تعالى اقولك على طريقة الكباب التركي المظبوطة من غير اي تعقيد، طري وجوسي وطعمه تحفة. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونقول بسم الله، وتعالوا نشوف الطريقة ازاي. في طبق هننزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة وعليهم بصلاية مفرومة ومتصفية من المية، وفلفل احمر مفروم ومتصفي من المية كمان، وفصين من الثوم مفرومين، وربطة من البقدونس المفروم، وهننزل بمعلقة من البقسماط وبابريكا وملح وفلفل، ونعجن الخليط ده كويس قوي. بعد كده هسيبه في التلاجة يتشمع شوية. مية البصل ومية الفلفل هنحط عليه فلفل اسود وملح، شوية من البابريكا ومعلقة من الزيت، وده هيكون الخليط اللي هنصبع بيه الكباب، وكمان هندهنه قبل ما ندخله الفرن. وده طريقة التشكيل بتاع الكباب التركي، بنعمله كده مبطط وناخد من المية دي ونصبع بيها، وبعدين بعصاية شيش بنعمل الخطوط دي في الكباب. شايفين دي الطريقة؟ بس كده هنخلص كل الكمية بقى نرجع ندخلها التلاجة تاني برضو علشان تتشمع شوية. وباقي مية البصل والفلفل دي هنستخدمها ندهن بيها الكباب قبل ما ندخله الفرن. هنعمل سلطة زبادي جنب الكباب، كوباية من الزبادي، خيارة مبشورة وفصين توم نفرمهم ونضيفهم عليهم، نص عصير ليمونة وملح وكمون، وبس كده. هنخلطهم كويس قوي مع بعض، وبعدين هضيف نعناع كده على الوش، بيدي طعم حلو قوي لسلطة الزبادي. دلوقتي بقى هنبدأ نسوي الكباب. هنجيب الصينية، انا بحب الفها كده بورق السلفان، بتحافظ على الصينية اكتر. احط فيها كوباية مية، والشبكة هدهنها بالزيت عشان خاطر الكباب ما يلزقش فيه. هبدأ ارص الكباب بالطريقة دي، وبعد كده هجيب مية البصل والفلفل وهدهن وشهم كده، ولما اجي اقلبهم في الفرن الناحية التانية برضو هدهنهم تاني، وهدخلهم فرن سخن شغال فوق وتحت على اعلى درجة، بتاخد نص ساعة وتكون جاهزة معانا. وباقي الكباب انا بشيله كده جاهز على السوا في الفريزر، بستخدمه في اي وقت. وبس كده، ودي ده شكل الكباب بعد ما طلع من الفرن. طعمه جميل جدا، انصحكم تجربوه واستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد من الوصفات. بالهنا والشفا.